الفرق ما بين خياط وما بين فنان ما بيبقاش في المكنة، الفرق هنا في التفاصيل اللي ما بيشوفهاش غيرك. عشان تطلع شغل الخياطة صح لازم تقتنع ان التشطيب الداخلي اهم من الخارجي. لو القماش ورور منك او الخياطة مشدودة القطعة هنا ما بيبقاش فيها روح حتى لو موديلها عالمي. ايه لازم تهتم بالتفاصيل دي، لان العميل اللي بيستلم قطعة نظيفة من جوه ومن بره ده اللي بيعيش معاك العمر كله، لان اسمك وتوقيعك هو الفينش بتاعك. الغرزة الواسعة او المكشكشة بتكسر قيمة اي قماش. تحت ليك عشان تعمل شغل صح المكوة هي نص الشغل. اي خيط خياطة تكويه فورا قبل ما تتنقل للي بعده. المكوة هي اللي بتطبع الشغل وتخليه يبان جاهز مش تفصيل. طبعا لازم تحترم اتجاه النسيج، ما تقصش بشكل عشوائي عشان توفر قماش. القص الغلط بيخلي اللبس يلف على الجسم ويبقى شكله بايظ تماما. وده مش سرعة، خد وقتك في تظبيط المقاس والبروفة، لان غلطة السنتيمتر في الخياطة بتفرق مع الشخص اللي لابس جدا. ومش هقولك غير ان انت تشتغل صح عشان ده كله بيرجع لك انت.